البيتزا اللي طلبتوها مني بزاف بالعجينه الامريكيه كيفاش تجي خفيفه وتجي بنينه وزيد تجيكم كل بونجا. غير احتفظوا بالوصفه وجربوها في هذا رمضان مش راح تندموا عليها. في ريسيبيون نديروا 3 كيلو تاع الفارينه، نزيد لهم مغرفه ونص تاع خميره الخبز ونص مغرفه تاع خميره الحلويات ونص مغرفه تاع السكر، حبه تاع البيض وباطا ياهوت طبيعي. نخلطوا المكونات وبالماء لازم يكون دافي، ما يكونش سخون باش ما يحرقناش هذيك الخميره. ونزيدوا شويه تاع الملح ونكملوا نعجنوها بالماء دافي هذاك. نزيدوا شويه تاع الزيت ونكملوا نعجنوها لمده 5 دقائق. كي نشوفوا العجينه تاعنا تتلاصق نغطوها ونخلوها تخمر. نجوزوا لاصوص تاعنا اللي درت في المقله، شويه تاع الزيت، حبه طوماطيش سكر فيشهم، شويه تاع الثوم الزعتره والزعتر. نديروا التوابل الفلفل الكحل والعكري والملح، نديروا فوق النار، نزيد لهم مغرفه تاع طوماطيش ونص مغرفه تاع السكر باش ما تجيناش لاصوص قارصه. وكي نشوفوا العجينه تاعنا خمرت نطيحوا لها الخماره ونقسموها على زوج. انا كنت استعملت زوج اشكال تاع البيتزا، الشكل الاول على شكل نجمه كنت قطعت بهذا الشكل على 8 وعاودت فرصيتهم بالفخوماج، زيرت عليهم مليح باش ما يعاودوش ينفتحوا معنا. درت لهم لاصوص طوماط وزدت لهم حبيبه تاع الزيتون، شيف فخوماج رابي تاع الشيدار. اما الشكل الثاني اللي كنت شكلتهم على دي ميني بيتزا، نكملوا كامل الكميه اللي عندنا وندخلهم للفرن على 180 درجه باش ياخذوا هذيك التحميره وشهيه طيبه. وما تنسوش خلوا لي كومونتير وابوني.